في دقيقة واحدة. أقل من دقيقة أخي. نعم. يعطيك مثلا لماذا قد تنفلت الأوضاع الأمنية في الجزائر. خذ عندك من إلى ما يسمى بالتوزيع العدالة المجالية أو التوزيع المناطقي بين الشمال والجنوب في الجزائر. الجنوب الجزائري هذا غني بالموارد، المحروقات، غاز طبيعي وبترول، وهو مجتمع ومجال فقير جدا. والشمال والوسط الجزائري الفقير من الموارد المحروقات وهكذا، هو غني بسبب الريع الاقتصادي والبيروقراطية الدولة وحماية حاضنة شعبية النظام. هذه أمور قد تؤدي إلى حرب أهلية أيضا أخي. أشكرك. شكرا لك. والله الموضوع شوية مقلق. أنا أولا على الصعيد الشخصي أقول إخوان الجزائريين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم الجزائر. أتمنى لهم أخي أسعد لكم واضح. أيوة. لا أتمنى لهم لا حرب أهلية ولا قتل ولا شيء من هذا القبيل. أيوة نعم. وأنا والله أقول على الصعيد الشخصي والله الموضوع بعيد عن العاطفة. أيوة إحنا نحلل سياسيا، أقسم بالله على الصعيد الشخصي. لا اسمع يا أخي، سد المايك خليني أتكلم. لا نريد لكم أي حرب ولا حتى أي ثورة، يكفي. ما عاد نريد جرح نازف جديد في جرح في جسد الأمة الإسلام. يكفي اليمن ويكفي ما حصل في سوريا ويكفي ما يحصل في السودان لا نريد، لأنه سيدخل منا. ونحن مع الوحدة الترابية للجزائر، ما في حاجة اسمها قبائل نقولها للأخ هذا القبائل الذي سيتحدث بعد قليل. لا يوجد شيء اسمه قبائل ولا كوكو ولا فرحة مهني ولا بطيخ ولا شيء. الوحدة الترابية للجزائر موقف أخلاقي لابد أن يقف معه حتى المغاربة أنفسهم للأمانة. القبائل تفضل. السلام عليكم أخ أسعد الزلف الأول. مرحبا. أعتذر على استعمال اللغة العربية لأنها ليست لغتي، لغة الأم هي القبائلية، ولذلك سأحاول أن أتكلم باللغة العربية. سلام على الإخوة اللي في الجاست واللي في التعليقات. فيما يخص الجزائر أخي أسعد، يجب أن يعلم العام والخاص أن الجزائر خلقت من فرنسا، من شعوب وقبائل ليس لها علاقة بكل قبيلة مع قبيلة أخرى. يعني حاولوا عمل بوتقة وطنية لكنها مؤسسة على أسس عرقية وتقاليد مختلفة من بعضها. لا يمكن أن تقوم بمجتمع أو بدولة. طيب أخي القبائل، أنت الآن تتحدث كأنك أنت لست من الجزائر. هناك عنصرية كبيرة يا أخ أسعد، هناك عنصرية ضد القبائل وضد فئة صغيرة التي هي بنو مزاب، أثمزاب، لأنهم فئة قليلة لا يتعدون الآلاف. قامت الدولة بخنقهم ويعني لا يمكنهم التحدث رغم الاضطهاد الرهيب الذين يتعرضون إليه. وهناك القبائل لأنهم ملايين، ومنذ الاستقلال المزعوم بين قوسين أو بين ظفرين لما يسمى بالكيان الجزائري، هناك القبائل الذين انتفضوا. لأن أول يعني لما نتكلم عن المجاهدين والشهداء، لو تأخذ 90% من المجاهدين والشهداء كانوا من بلاد القبائل. أتحدى أي واحد يقول لي أن جزائري يأتيني ب10 شهداء من ولايته، وأنا أعطي له يعطيني أسماء 10 مجاهدين. يا أخي لو سمحت يا ليون، هذا كلام خطير. اصبر يا أخينا، من بين أخينا القبائل. من اسمعني. نعم يا أخي كلامك مهم جدا وأنا أريد أن أناقشك، لكن عندك ضجيج يا أخي، عندك صداع. سأحاول أن أذهب إلى منطقة أبعد من طريق السيارات شوية. المجاهدين والشهداء معظمهم من القبائل. عدد العقداء يا أسعد فيما يسمى بالجزائر كانوا 17 عقيد، 14 عقيد من بلاد القبائل و3 عقداء من مناطق أخرى، لكي يعني العدد يعطي لك يعني فكرة على عدد الشهداء والمجاهدين. يعني المنطقة الوحيدة التي فيها بعد القبائل هي الشاوية، وبعد الشاوية هناك حبيبات من ولايات أخرى، حبيبات لا تتعدى الأصابع اليد الواحدة.
يعني بالأرقام والأسماء. لما يأتيك جزائري يقول لك أن هناك لحمة وطنية، يجب يا أخ أسعد أن تعرف أن النظام الجزائري يقوم منذ الاستقلال المزعوم بخطة اسمها صفر قبيلي، زيرو كابيل. هذه الخطة يعتمدونها يا إما تصبح جزائري عربي أو تصبح خائن. لا يمكنك أن تبقى قبائلي، يعني تنكر أصلك، وناكر الأصل كما يقولون في المثل هو الحمار. ونحن القبائل لأننا أسود لا نطلب أي شيء. القبائل يا اسد، في قبائل بزاف. القبائل كاين القبائل الشويه، قبائل امازيغيه ولا قبائل شويه ولا قبائل جنوب. لا القبائل لا القبائل اصلك مين؟ خليه يكمل يا ليون، خليه يكمل يا ليون. هل انت من اي القبائل من اي القبائل انت؟ اي القبائل يقصد؟ قول لنا، ما هي الشاويه ولا تيجي وزو؟ نحن القبائل يا أسعد، القبائل باللغة العربية يعني جمع قبيلة، لكن أيوة. القبائل في شمال إفريقيا هو عرق، يعني هناك العرق القبائلي والعرق الشاوي والعرق الشنوي والعرق المصابي والعرق التركي. يعني نحن مجموعة من الأعراش أو القبائل يسموننا بالقبائل. يعني مثل ما تقول المغرب الذي هو دولة، والمغرب الذي من الصلاة، يعني صلاة المغرب. يعني هناك كلمة متشابهة، القبائل. يعني عشان تفهم القبائل هي مجموعة عرقية. يا ليون لا ما تقاطعني، لم أقاطع أحد. لما قال ليون أن الجزائر توفر السكن، لا يا اسعد، لغه الشاويه ولغه قبائل. طيب خليك، طيب اذا تتناقشوا بهدوء تناقشوا بهدوء، ولا خليه يكمل وبعدين انت ترد عليه. يا اسعد، هو اصلا يقول ان لغه القبائل ولغه الشويه لا يعني مختلفتين. يعني هذا يعطي لك الدليل ان المجموعه القبائليه والمجموعه الشويه مختلفتين، رغم انهم كلهم امازيغ. يعني لما تتكلم انت بالعربيه او باللهجه اليمنيه مع سعودي، يعني يمكن يفهم منك اشياء ولا يفهم منك اشياء اخرى. نفس يعني تاخذ واحد يقول لك انا عربي جزائري، يمشي للسعوديه او لليمن، او هناك كلمات لم يفهمها. يعني لما قال ليون الجزائري انت أنا مستغرب أنك تسمي النظام في الجزائر كيان. طيب ما هو فرحات مهني هو يقود ماذا؟ دولة ولا كيان أيضا؟ فرحات مهني يقود حركة يعني ليست إرهابية أو ليست يعني سلمية لحد النخاع. لا نستعمل السلاح ولا نستعمل أي شيء، بطريقة سلمية وطريقة ديمقراطية وطريقة دبلوماسية للحصول على تحرير الشعب القبائلي وبلاد القبائل من الاستعمار الجزائري. لأن لما خرجت فرنسا أو لما دخلت فرنسا كان هناك بلد اسمه بلاد القبائل، ولم يكن هناك كيان اسمه الكيان الجزائري أو بلاد اسمها الجزائر. فرنسا خلقت الجزائر. كرر هذه العبارة لو سمحت، عيدها. قلت لك لما جاءت فرنسا في 1830، لما دخلت فرنسا دخلت على المنطقة الشمالية. بربك يا أسعد، بلاد القبائل كانت موجودة في لما دخلت فرنسا، وجدت مناطق تحت السيطرة العثمانية التي هي ثلاثة: بيلك الشرق، بيلك الغرب، وبيلك التطري الذي هي إيالة الجزائر. وكانت بلاد القبائل مستقلة بمملكة كوكو ومملكتي تعبات. يعني التاريخ يعني لا تقدر أن تهرب أو تنكره أو ينكره أي واحد. هناك تواريخ وهناك معاهدات بين مملكة كوكو مثلا والسلطان المغربي في ذلك الوقت. في 1512 هناك معاهدة، لو تمشي لإسبانيا في المتحف الإسباني ستلقى معاهدات موجودة أو رسائل متبادلة بين السلطان كوكو والسلطان المغربي. ولما دخلت في فرنسا في 1830 يعني بالله عليك يا أسعد، لماذا لم تدخل فرنسا بلاد القبائل التي هي 30 كيلومتر من إيالة الجزائر
ودخلت معسكر التي هي على أبعد 300 أو 400 كيلومتر من الجزائر. ليش؟ لأن في القبائل هناك مقاومة، هناك ثورات، قامت القبائل بالثورة ضد فرنسا أو بمقاومة الاستعمار الفرنسي لمدة حتى 1857. عليك وقامت هناك معارك يا ليون يا ليون 17 هربوا. يا اخي انا بعطيك حق الرجل اللي بيرد على الجيرين يا اخي، لو سمحت لا تقاطع يا ليون، عنا نمشي يا اخي، نريد نكمل اللايف، انا جعت. هذا هو. اذا اختم يا قبائل يا اخي، اختم مداخلتك، اختم مداخلتك. المهم لما يقول لك لما قال الجزائري كل خائنين. ليون انا بنزلك يا ليون، والله بتنزل اذا فتحت. كمل يا اخي. يا أخي أسعد، هم يقاطعون لكي يشتتون الأفكار. لو كان يعني لو لم يكن هناك حركة اسمها حركة الماك بدعم قبائلي حقيقي لما شفنا أكثر من 700 سجين في السجون الجزائرية، وهناك أكثر من 42 محكوم عليهم بالإعدام، 38 في السجن و4 خارج الوطن. يعني هذا النظام الدكتاتوري الإرهابي يقوم بعنصرية شديدة ضد القبائل، كما قلت لك صفر قبيلي مشروع جزائري. طيب اوكي، شكرا لك يا اخي. سد المايك. أسعد 30 ثانية علشان أثبت أن هناك عنصرية. تكلم الجزائري أن هناك الدولة تعطي لهم المساكن ببلاش وتعطي لهم المنحة. والله العائلة بتاعتي لم تتحصل لا على سكن ولا على منحة ولا على أي شيء من هذه الدولة، لأن هناك عنصرية. لو أن أين عائلتك؟ أين عائلتك أين عائلتك؟ في بلاد القبائل. في بلاد القبائل يا أسعد. وش معنى أنت لم يعطوك أنت؟ ربما أعطوا جيرانك والبقية. لم يعطوا لنا أي سكن. يعني الدولة لو تنزع كل المساكن التي بناها القبائل بأنفسهم سترى أن بلاد القبائل كانت ستشبه إلى بلاد الشوية. لو تذهب إلى بلاد الشوية لكن يا أخي القبائلي سترى العجب العجب. أخي القبائلي أنتم تبالغون يا أخي لدرجة أنكم سد المايك سد المايك تقولون حتى الحرائق التي تندلع عندكم أن التبون هو الذي يحرقها عمدا. يعني أحيانا بيكون في نوع من المبالغة في الأمر. المخابرات الجزائرية أسعد، وهناك فيديوهات تثبت أن لا والمشكلة أنكم لحظة أنتم تتهموا تبون وتبون يتهم المغرب. ما درينا من اللي بيحرككم أصلا. تبون دمية يا أسعد، تبون هناك يعني مفارقات عجيبة. الناس اللي تأتي لللايفات هو ذباب إلكتروني. النظام الجزائري خصص 2 مليار طيب خلينا نسمعهم يا قبائلي لو سمحت. تطولت أنت، خلينا نسمع الجيرين رأي الجزائري ثم نعود إلى فليتوكس. تفضل يا أخي الجيرين. السلام عليكم، تحياتي إخواني الكرام، عيدكم مبارك وأنتم بخير. لا من طيب. كنت أستمع إلى هذا صراحة الشوشة على القبائلي الذي يكذب أكثر مما يتنفس للأسف الشديد. احترم يا أخي احترم. لا للأسف الشديد سأبين لك كذبه. يعني لا تتعرض. أنا أولا أنتمي إلى منطقة مزاب الإباضية، ولا توجد عنصرية عندنا. الإباضية؟ نعم نحن إباضية. أعوذ بالله، أنت إباضي؟ هو لما المشكل؟ وأين المشكل؟ بيت فرنسا أنت إباضي؟ مذهب إسلامي ينتمي إلى الأمة الإسلامية، أمة معتدلة وأمة المسجد والحمد لله، ونحن فخورون بذلك. عمان تشبهوا إباضية عمان ولا تختلفوا عنها؟ الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإباضية. طبعا هذا مش موضوعنا اخي اسعد، وما تخليش انا اريد افتح موضوع الاباضيه يا اخي، تفهمون ما هي الاباضيه. لما تفتح موضوع الاباضيه انا طلعني راح اتناقش معك من الاول الى الابد من مساله الخوارج. انا بعلمك ناقشت الشيخ احمد الخليلي في عمان عن الاباضيه. انا ناقشت فضيله الشيخ الخليلي مفتي سلطنه عمان، وانا احب هذا الرجل رغم اباضيته، له مواقف يعني. رجل عالم زاهد. ايوه هو تشوشع شويه مع الحوثيين لكن له مواقف ايضا جميله للامانه. نعم رجل يعني
أنا سأفتح الإباضية في الجزائر. سأفتح إن شاء الله، أشوف. سنفتح وطلعني إن شاء الله وراح أبين لك أيوة، باللي يعني عندكم إباضية وشيعة ومشوشعين لا وتبونين ما في شيعة، ما في شيعة. شوف كيف ما في أولا، شيعة لا موجودين؟ كيف ما في شيعة؟ اولا لما انا صرحت باباضيتي الاول اللي ارد على هذا الكذب الثاني الخليفي اللي تكلم قال لك ايطاليين جاوا يا اسعد، وسلحوا اساله على كمال الدين فخار. يا دي ما كمال الدين قطعناكش ما فخار قطعناكش الذي ما قتله النظام قطعتكش انا ما في قطعتكش السجن. انا ما قطعتكش لا 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 لا، اساله ما على قطعتكش انا ما كمال الدين قطعتكش خليني فخار. نكمل اهدر على انا ما كمال الدين قطعتكش فخار. انا ما تكلم قطعتكش على كمال الدين انا ما فخار. قطعتكش انا ما يا أخي قطعتكش القبائلي، لا تقاطعه أيضا، اكتب لي في التعليقات وأنا أسأل، ولا مكتوب لي في التعليق. أنا التقيت كمال الدين فخار، هذا ناشط في حزب الأفافاس وهو كذلك إباضي من منطقة مزاب، وما يقال عنه من هؤلاء الخونة القبائل خارج الديار الذين يريدون أن يقسموا الوطن، هم للحقيقة أقلية صغيرة ولا يمثلون إلا أنفسهم. الحمد لله الدولة تفطنت وأصبحت هذه الحركة إرهابية مصنفة باسم الدولة، وهم أقلية يعرفون أنهم يعيشون لأنهم مشترون. فالحمد لله آخر الصور من ملعب تيزي وزو في مباراة موزمبيق بيّنت أن الشعب الجزائري هو لحمة واحدة بقبائلهم بمزابهم بإباضيتهم بمالكيتهم، كلنا والحمد لله أمة واحدة. أنا تمنيت كان لو كان بوم ليبي، لأنه راح نرجع له لما قال أنه نوميديا ليبية. أنا لما أسمع أنا الآن عندي 3 ديبسيك وعندي جروك وعندي شات جي بي تي، كلهم سألتهم نفس السؤال، وعندي راح افتح لك الكاميرا على حبيت، كلهم بالإجماع قالوا أنها منطقة نوميديا جزائرية فيها بعض المناطق part of Tunisia، فيها بعض المناطق من تونس من تونس. الكل أجمع بذلك، ولا أنا نتحداهم، اللي حب اللي عنده اللي يجاوبوا بجواب آخر أنا هنا لتحدي. أما ليبيا هذه كذب ومحال. أنا للأسف الشديد أنا لا أعرف لما صعدت هرب هذا البوم واسمه على كل حال. لا ما هرب، شو لا يهرب البوم، لا يجي ناقشني فقط وسأريه. لا علينا، هذا مش موضوعنا، خليني فقط نتكلم على إمكانية الثورة في أيوة. هو العنوان الرئيسي أخي أسعد. نعم. أولا أخي أسعد، دولة ولا شعب قام بثورة عظيمة هي الثورة الجزائرية، شئنا ما أبينا، لا توجد في مقررات التاريخ أو في أي مكان آخر لا يقال أنها ثورة عظيمة جدا، وثورة عظيمة لأنها شارك فيها جموع الشعب الجزائري. بدأت في منطقة الشاوية، والقبائل لم ينضموا إليها إلا بعد تقريبا عام، ولكن لما انضموا جاهدوا فيها جهادا كبيرا، كانوا عندهم عقداء كبار، كانوا جزءا من الأمة، ولطالما كانوا جزءا من الأمة الجزائرية. أما من يخلبط في التاريخ ويجيب طرهات يا أخي، لما كانت الثورات المقاومات من زمن الأمير عبد القادر كان هنالك ثورة المقراني، وهي ثورة في منطقة القبائل، في مجموعة، وكانت هنالك ثورة الزعاتشة وثورة الحداد والشيخ بوعمامة. القبائل من هم لهم إلا جزء من الأمة، كانت لهم ثورتهم كهم كجزء من الأمة، لم يتميزوا في شيء. حتى في المنطقة العثمانية مملكة كوكو كانت كذلك متحالفة مع العثمانيين، وكل العثمانيين كما ذكرت سابقا في مداخلات يا أخي أسعد، العثمانيين جاءوا لينقذونا من الأوروبيين الذين كانوا يقومون بغارات السواحل، ووهران التي احتلت ل200 عام، هذا أحد الأدلة. ولا دل على ذلك أن إسبانيا تحتل مدينتين جيبين في شمال إفريقيا إلى يومنا هذا. لو كان هنالك العثمانيين، أنا قلت هذا الكلام وأتحمله على مسؤوليتي، ألصق علي، لو كانوا تحالفوا مع العثمانيين لم تكن لإسبانيا جيب إلى يومنا هذا. مش موضوعنا على كل حال. قلت أنه قمنا بثورة عظيمة. كيف لو تحالفوا من المغاربة؟
مغاربه مثلا هم على هذا ليس تحالف على كل حال في مصابية بعض المعارك. أخ سعد، هذا لكن بطوشي يا اخي ما قال ما ليس قطعناكش يا اخي القبائل، ما لحظة. قطعناكش. خليني نكمل مش انا مزابي كجنب لا، هو بعد. مزابي يا اخي، مزابي خلاص. مزابي مزابي ستو مزاب تاكسي ولا هذا ستو مزاب بطوشي يتكلم معي المصابية، عكسي ولا ستو يتكلم معي المصابية. لكن اتكلم نظام بالمزابية، مزاب اتكلم بالمزابية. ولاش العنصريه، تكلم بالمصابية. ولاش العنصريه تمر ولاش في المزاب، العنصرية ولاش ماهوش العنصريه. مصابية. لا 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 لا، يتكلم بالمصابية. انا نسوي لك ستو لا مزاب. يعرف المصابية، إنه ليس مصابي وإنه بطوشي من جماعة إبراهيم غالي. لا 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 يا اخي القبائل لا. مسدس اسعد هذا صاحب مسدس. هو صاحب انا هو صاحب الذي يسب محمد السادس هذا لا يسب. انا من لا المخابرات. لا لا لا، للامانه لا يسب محمد السادس الجيري. انا ما عمري ما سبيت، انا ما عمري ما في سب مواقع اخرى يسب يا اخي سعد. ما سب والله ما سمعت عليه سبا والله قط. عمري ما سبيت محمد السادس. يسب. واش راح يجيب لي كيسب محمد السادس ولا أنا؟ لا للاسف الشديد انا ننزل مستوى الان. لا علينا، هذا مش موضوع. نكمل. قلت لك الاول هناك 3 عوامل اخي هم لهذه تماسك الامه. اول، قمنا بثوره عظيمه. ثانيا، نجانا الله. أنت لست جزائري يا جزائري. لا حول ولا تعال قوة فرطي. إلا بالله. أنت بطوشي ليس لديك علاقة مع الجزائر. تكلم على أساس أنك بطوشي، لا تنكر أصلك يا بطوشي. له مسدس يا قبائلي، طالع في اللايف بمسدس يا قبائلي. يا اخي هذا جزائري يا قبائلي، هذا جزائري والله جزائري انا اعرفه. لما تحرق لهم اعصابهم يروحوا للشخصيه للشخص. انا هو للاسف شديد. تدعي انك بطوشي يا اخي انا بطوشي ما عنديش حق نتكلم. بطوشي يا اخي بطوشي، حتى تكون شوشعي عادي يتكلم. انا نكون شوشعي يا سيدي وبطوشي وفنكوشي وحركوشي لا تتكلم على وبطاطيخي. المصابيين. تكلم على كمال الدين فخار الذي قتلته المخابرات الجزائر في السجن. من كمال الدين فخار هذا؟ من هو كمال الدين فخار هذا؟ كمال الدين فخار هذا ناشط من منطقه مزابخ يا سعد. انا تكلمت عليه وانا عندي صور. انا عندي صور معه، والله عندي صور معه. والرجل ليس كما يتصور. الرجل مناضل في حزب الأفافاس، كان مناضل لسنوات عديدة ثم فصل من هذا الحزب. والآن من قتله وكيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خليني يا أخي، ما قاطعتكش يا أخي. أنا ما قاطعتك قبل لما كنت تتكلم. قاطعتك، ضريتك إلى هذا المستوى. أنا ضريتك، يعني ضريتك في مداقلتي، ضرتك إلى هذا الحد. خليني نكمل مداخلتي يا اخي. تدعي اشياء لست لا اي دليل. اودي لما تعرف تتكلم روح تكلم. راك انت شو شاعر قتل في السجن من قبل المخابرات الإجرامية. يا اخي الجيرين الرجل قال لك انه ليس عربي وانها ليست لغته، فلا تسخر من لغته. ومع هذا ما شاء الله عليه متحدث رائع بالعربي. اكمل يا اخي، اكمل لو سمحت، اكمل بسرعه. قلت يا اخي سعد، قمنا بثوره عظيمه. الشيء الثاني العامل أخي سعد هو أنه نجانا الله من فتنة كبيرة تسمى بالعشرة السوداء. يعني لم تكن سبب فتنة أو فرقة بين الجزائريين، وإنما كانت كما قال الأخ، وأنا أتفق معه، أنه الأخ البوم الليبي قال أنها خلاف إيديولوجي بين إسلاميين وعسكر، وأنه لما يصل هؤلاء الإسلاميون راح ينقلبوا على مبدأ الحكم اللي هو دولة جمهورية تحت المبادئ الإسلامية. وقالوا أنه لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. هذه من شعاراتهم أخي سعد. طيب يعني يا الجيريين دعني راح نكمل أخي سعد، ما تقاطعنيش أخي سعد. الله رجاء أخي سعد. خليني نكمل مداخلتي. قلت أنه خلاف إيديولوجي انتهى إلى ما انتهى إليه، سيول من الدماء وكذا، لكن هذا الأمر ما زاد الجزائريين إلا لحمة وتكاتفا بينهم. والحمد لله كما ترى دولة قوية، جيش قوي، رغم ما يقال هنا وهنالك. ثم الشيء الثالث وأنه ما يبين ويثبت أننا دولة متحضرة، شعب متماسك ومتفق وليس هنالك خلافات، هو الحراك الشعبي. احنا لم نقل لا ثورة ولم نتكلم بما تكلم عليه العرب من ثورات عربية وشيء. قلنا أنه حراك
وأنه حراك قام بكنس بعض العصابات، وكانت يعني تصعيدا للوعي الجزائري في ما ادري السياسة. كيف كنشتوا تبون كان جزءا من النظام السابق. لا لا ادري، هو كان يحكمكم واحد من النظام السابق اصلا. لا اسمح لي أبدا. اعطيه حق الرد يا فليتوكس. اسمح لي، هو دورك، لكن دعني انا صعدت الاخ. اوه، لحظه لا حول ولا قوه الا بالله. انا مفكر انه الاخ البوم الليبي اللي طلعنا. انا لازم اطلع البوم الليبي. اخ اسعد، يعني انا لدي مداخله، لدي شغل يجب ان اذهب اذا كان ممكن. اذا خذ مداخلتك. انا فكرت لا يا اخي، ليش نزلت بديع الزمن؟ انا اريد بديع ايضا. مالك، صلى على النبي. انا ساترك مكاني لبديع الزمن ان اراد ان يسعد. ايوه تفضل انت، تفضل. شوف اخ اسعد، هو القضيه ديال استعمال فرنسا للجزائريين لقتل المغاربه هذا ثابت تاريخيا، وحتى السنغاليين، الناس ديال الدار البيضاء في 1908 قبل دخول الاستعمار استعملت الزواف، ما يسمى بالزواف، الجزائريين قتلوا المغاربه في 1908 وكانوا مع السنغال. وكانت هناك فتره اخرى تسميها الناس بيضاء، والناس ديال الدار البيضاء يسمونها ضربه سنغال، هذا معروف في المغرب. ثانيا يا اخ اسعد، هي العشريه السوداء تركت رعبا في الانسان الجزائري، تركت رعبا. يعني الإنسان الجزائري لا يستطيع أن يقوم بثورة حاليا. اللهم المشكل الذي يتهدد الجزائر الآن هو المشكل الاقتصادي، لأن الآن مثلا هذا العام هناك يقول أن هناك من العجز 36 مليار دولار. الدولة لا تنتج شيئا، فقط البترول والغاز والبترول يتناقص. مثلا هم في البترول يصدرون 800,000 برميل، يستخرجون 800,000 برميل، تستهلك 60% فيها داخليا. الخطر الذي يتهدد الآن كيان الدولة الجزائرية هو الخطر الاقتصادي. الدولة لا تنتج شيء، لا تصدر شيء، هذا هو الخطر. ثانيا خاص هذه الاحصاءات السكان، الجزائر لا تقوم باحصاءات كما يفعل المغرب كل 10 سنوات لديه احصاء عام للسكن والسكنه، وهذا يوفر للدوله قاعده بيانات مهمه حتى تحين برامجها الاقتصاديه، حتى تعرف احتياجات السكان. الاحصاء الاخير الذي مر بالمغرب ياتون يسالونك عن كم تملك من الهواتف، كم تملك من هذه الامور. الجزائر يا اخ اسعد، انا لا اعرف كيف قالوا اننا 45 مليون، هم لا يقومون باحصائيات اطلاقا. على حد علمي أنا منذ أن بدأت أتبع السياسة هناك على الأقل 20 سنة الأخيرة لم أسمع أن الجزائر قامت بإحصاء، وهذا مشكل، هذا في حد ذاته مشكل. لذلك فالجزائر مثلا لما تدخل تبحث عن في شفافية المعطيات، الجزائر تحتل مراتب جد متأخرة في شفافية المعطيات وشفافية الميزانية. الرقمنة. نعم يا أخي، ولكن إذا دخلت مثلا إلى منظمة الفاو تجد أنهم أول منتج في العرب للبطاطس، أول منتج للعرب في العرب للموز، أول منتج. وهذه الأشياء لا نراها على أرض الواقع. هذه الأشياء لا ترى على أرض الواقع. فالأخ الجيريان أند براود، أريد أن أذكرك بأن الشيخ بوعمامة هو مغربي، ولد في فيقيق، قاد ثورة في الجزائر، وهو مدفون في العيون الشرقية قرب مدينة وجدة، ولا علاقة له بكم. حتى إذا دخلت إلى مقام الشهيد فأكبر رواق هو للشيخ بوعمامة المغربي، ولكن لا تذكرون مكان ولادته لأنه بفيقيق، هذا للتذكير. أما نوميديا فمشكلتكم مع التوانسة ومع الليبيين، نحن براء من هذا الصراع. وشكرا أخ أسعد، والاعتذار، أنا أعتذر منك وأعتذر كل من سببت لهم إزعاج. لا ابدا، ما في ازعاج. انا احب نقاشك. انت من اروع المتكتكين، واحب استفزك واحب اطلع اسوأ ما فيك. بارك الله فيك اخ. لا بالعكس، انت رائع يا فليتوكس، الله ينورك. شكرا لك. اترك مكاني لبديع الزمان، هو طالع، هو بيطلع بديع الزمان. اسمحوا لي انا الان ابلور لكم اللايف، لاننا في ختام اللايف. سيأخذ البوم الليبي حقه في الرد على الجيرين ويبرر لنا لماذا هرب، لأنه أنا أول مرة أشوف البوم الليبي يهرب من جزائري. يبرر لنا مسألة الهروب أولا، ثم بعد ذلك سأخذ حق رد أيضا للأخ القبائلي، ثم نأخذ الأخ التونسي هذا ونختم معه هو إن شاء الله. إلا إذا أصر الجيرين أنه يأخذ حق رد أيضا ممكن نعطيه، أو سأجعل الختام مع بديع الزمان الظريف. هو ظريف شوية وخفيف، يعني ممكن يكون ختامها مسك إن شاء الله. اسمح لي أخي أمين الجزائري، عبد الملك، البقية، ما عاد فيش وقت، والله ما عاد في وقت. تفضل يا أخي. البوم الليبي، لماذا هربت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيريان، ما نعجز فيك ونبارك، يا بالك واقف ونعارك.
والله ما فهمنا هذه والو يا لو اخي، ترجم لو سمحت. ما نعجز فيك ونبارك، وحتى وأنا جالس لا أعجز فيك، فما ايوه بالك واقف ونعارك. الله على مثال رهيب، والله طلع عندكم اسمع فيها امثله يا اخي. الجيريان، ما نوحل فيك ولا بارك، يا بالك واقف ونعارك. الجيريان حنعمل لك عملية التفاف الآن. أنت ظننت أني خرجت من يا نوميديا. هذه النقطة الثانية. اخي النقطة الأولى يا نوميديا يا الجيريان، دكتور، اذا دخلت نوميديا سنتشعب والله، وانا ما عاد عندي لا وقت. لا 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 لا، دعك منها دعك منها. الجيريان، أنا مسلم سني وسطي، بالله أخبرنا عن كيفية الصلاة عند الإباضية، بما أنك إباضي. اوف 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 اوف, أوف. لا يقول معهم صلاه مختلفه. أي نعم، افتح مايكك واشرحنا يا الجيريان، ولا قول أنا لست الجيريان كيف إباضيا ولا لا. تصلون؟ يوبي سايو، يقول الكوريين يوبي سايو. هل أنت هنا؟ الجيريان كيف تصلون؟ مالك يا اخي حول سكت؟ يا الجيريان، حول. حول. هربت يا الجيريان، شكله هرب هربت. هو. أيها الفنك الجزائري، هربت. تقول لها في الأول، حتقول لها الجيريان لحظه يا دكتور. الجيريان كيف تصلون؟ يمكن راح يصلي ولا شيء. خلنا نحسن الظن. ها قدري هقجة يا نعم الجيريان. قضيتها. نعم. يطالبك البوم اللي كيف قال كيفية الصلاة عندكم في الإباضية. صلاة مثل المسلمين، إلا أننا لا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام، هذا ما كان. لا ترفعون أيديكم في تكبيرة لا، هناك الإحرام. فوارق أخرى. هذه نعم. بسيطة. ما هي الأشياء الأخرى؟ يلا ما تحدث. قولكم في الصحابة؟ ما قولكم نقول في دخلنا واقعة في الصلاة. النهر؟ لا، جاوبني في الصلاة. لا جاوبني، ما قولكم في واقعة النهر؟ يا دكتور والله، يا دكتور أنا والله عامل لها لايف خاص الإباضية. شوف ليس إباضياً، الصحابة هو ليس إباضياً. هي موضوع متشعب. احنا قمنا بكثير من لا المراجعات. هناك صحابيان جليلان تبغضانهما. لا نبغضهما. علي بن أبي طالب. لا. عثمان، عندنا عثمان كنا عندنا الوقوف، نسميه الوقوف، ما نتكلموا لا بسوء ولا بخير. عثمان بن عفان رضي الله عنه. لست إباضيا يا الجيريان، لست إباضيا. أسعد. لا حول ولا قوة. تكلم لي على عقيدتي. بعت لك لينك في هاتفك، افتحه وسأنزل فقط. افتح اللينك واقرأ يا وسأنزل فورا. دكتور لحظة يا صبر. هم يعتبرون خوارج يا دكتور معاذ، صح؟ خوارج تكفيريون. خوارج تكفيريون ذني. نعم. حتى لو حلقت أنت يا أسعد، أنت عند الإباضية كافر، لأنك تحلق لحيتك قولا واحدا. لأنني ماذا؟ لأنك حالق لحيتك.